هذا هو الكوماج الخطير، وحصريا في قناتي كوماج خطير للبشره والجسم. من وراء مساله الصيف كنبغيو نديرو واحد الوصفات باش نقشرو ونحيدو داك اللون ديال البرونزاج او اللون ديال السموريه او اللون ديال الشمس ديال كتخرجي بنهار، يعني كتمشي تقداي كتمشي للخدمه وكتولي عندك البشره ديالك اللون ديالها ما موحدش، وبغيتي تصفي البشره ديالك وبغيتي، يا سلام، وصفه خطيره خطيره وزوينه ومجربه. انا شخصيا كنستعملها، حبيت انني نشارك تعطل هذا الفيديو، كنت بغيت نشاركه معكم من قبل. هاد الوصفه اللي سهله وزوينه بزاف، وشي حاجه اللي بسيطه وغير مكلفه، بلا كثره الوصفات وبلا بدوك المواد اللي كيكونوا غاليين. ونقول لك مقشر يعني فيه بزاف ديال الحوايج، هذا راه كيوحد اللون وكيخلي البشره ديالك بحال ديال الدراري الصغار رطبه، وواحد اللون سبحان الله، كتعطيك واحد التصفيه للجسم ديالك والجلد ديالك، بشره كتكون ناعمه رطبه بزاف. وجربي معايا من اول تجربه غادي تلاحظي الفرق. هذه راه غير قهوه معصره اللي كتكون عند ماني القهوه، يعني حداك مقهى في جنبك، او ولا حتى هذوك صحاب السيارات اللي ولاو دابا راه كيكونوا في الشوارع كلها، في لوطوروت، في اي بلاصه راه ولاو تبارك الله موجودين بكثره، كيبيعوا القهوه معصره في الطوموبيلات ديالهم. يعني هذوك اي واحد غتقولي لي عطيني ديك القهوه اللي كتبقى عليك كيعطيها لك، ديك اللي كيعصروها هذا الحشف ديالها، داك التفل ديال القهوه اللي كيبقى معصر هو هذا، ريحته ما شاء الله. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير. هانتوما انا راه خديتها من عند واحد مول القهوه الصباح كنخرج ندير لا مارش، وخديتها من عنده كندوز من حداه، راه كيعطيها لكم. شوفوا شحال الكميه تبارك الله، تقريبا شي كيلو. ها هو عندي، وباقا عندي كميه اخرى حتى هي كنت انا غادي نوريها لكم. باقا عندي في المجمد، ديروها في المجمد احتفظوا بها تتبغيوها، تكونوا غاديين للحمام ولا باغيين ديروا حمام في الدار، غديروا واحد الكوماج ديروا به الكوماج لحمكم كامل. كنتو مثلا غديروها للوجه ديالكم ديروها بلا ما تضيفوا ليها مثلا الحامض او تضيفوا ليها حاجه اخرى. هانتوما كما كتشوفوا هذه كميه اخرى حتى هي كنت خدتها من عند مول القهوه، ها هي بقات عندي مجمده كما كتشوفوها. ها هي جامده نديرها في الكونجيلاتور حتى غنبغيها، وغنحطها حتى ترخف شويه، يعني ما يبقاش الثلج فيها محجره، وغناخذ من القياس اللي بغيت ونديرها. عرفتوا في المجمد الريحه ديالها باقا غزاله ما شاء الله، يعني الكميه اللي كانت عندكم كثيره كتحتفظوا بها في المجمد راه كتبقى عندكم مده طويله. كل مره فيما انا خارجه كناخذها، او يعني نصيفط غير ولدي مثلا عند مول القهوه راه كيعطي لي، حيت هما اصلا كيلوحوها ما كيديروا بها حتى شي حاجه. هذا التفل ديال القهوه ولكن راه عجيب، جربوها البنات وغادي تشوفوا غيعطيكم واحد النضاره واحد البياض للجسم ديالكم. كتاخذوا منه واحد القياس من هذه القهوه هذه، القياس اللي باغي ديروا، مثلا باغي تستعملوا غير الاطراف ديالكم الرجلين ولا اليدين، راه كتاخذوا واحد مثلا 2 معلقات او 3. كنتو باغيين ديروها الجسم ديالكم كله كتزيدوا الكميه، كتضاعفوا الكميه الجهد اللي غادي تحتاجوه، ماشي مشكل المقدار وانما الطريقه هي المهمه. هذا عندنا بيكربونات الصوديوم، معروفه بيكربونات، يعني زوينه للجسم، منظفه ومعقمه، ما تخافوش منها البيكربونات. وعندنا الحامض اللي عنده حساسيه من الحامض وما بغاتش ديرو ماشي مشكله، ما ديروش، تخلطيها بما ورد او اي حاجه اخرى عندك، ولا شويه ديال الماء كاع ماشي مشكل. هادو هما المكونات، ما كاينش شي اضافه اللي كثيره ولا كثره المقادير. هذه انا راه كنت خلطتها، شفتوها، يلا ضفت لها واحد القطرات ديال الحامض، ممكن ديروا ليها ما ورد او ما زهر اللي عندكم. ما ورد يكون طبيعي، ما عندكمش غير شويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء عادي. من الاحسن ما يكون ماء معدني احسن، بالنسبه الا بغيتو ديروا بها كوماج للوجه مثلا. بالنسبه للجسم راه عادي، غير شويه ديال الماء طبيعي. ها هي واجده، كتعصروا فيها شويه الحامض. انا هذه عصرت فيها قطرات ديال الحامض، غير بغيت نعاود تجربه قدامكم. وكنضيفوا ليها واحد الكميه ديال البيكربونات، شوفوا راه كتفاعل مع الحامض، شوفوا راه كتفاعل مع الحامض بزاف، شوفوا. وكنخلطوها وكنديروا بها كوماج، كنديروا بها كوماج ونديروها بحركات دائريه، ونديروها لايدينا ونديروها الجسم ديالنا كامل. بالنسبه للوجه، الا كنتو غديروها الوجه ديالكم ما تضيفوش ليها الحامض نهائيا. وهاد الكميه اللي كتبقى عندكم راه كتحتفظوا بها كما كتشوفوا. انا راه نديرها في بلاستيكه ومخلياها، شفتوها، نديرها في بلاستيك ومخلياها. هذه راه جبتها غير اليوم في الصباح، كنت خرجت وجدتها
خديتها من عنده راه كيعطيها لكم، كتبقى عنده، كتكون كميه اللي كثيره كتقسميها، بغيتي تقسميها في بلاستيكات. انا كنخليها هكا مجموعه فين ما احتاجيت كنجبدها، كنخليها ترخف شويه يمكن لكم قاسموها يعني في بواطات او بلاستيكات، فيما بغيتو كتجبدوا داك المقدار اللي بغيتوه وكتخلطوه. هاد الوصفه راه عند تجربه البنات، ثقوا بيا كتخلي لكم البشره ديالكم رطبه وكتصفي وكتوحد اللون وكتعطيك واحد البياض الا داومتي عليها. الا كنتي غاديه للحمام مغربي مثلا، حنا مثلا في المغرب كنمشيو نديرو الحمام مغربي وكنديرو لي ماسك والكماجات وهذه، هذا كتبقى اخر حاجه ديريها حتى كتمشي للحمام، وحتى كتسالي، يعني كتسالي الحمام كامل، يعني تغسلي شعرك او تحكي او ديري كلشي، هذا كيبقى هو الاخير. كديريه يعني كوماج، كتفركي بيه لحمك كله وكتخليه واحد مده ديال 5 دقائق او 10 دقائق في الجسم ديالك كامل. ومن بعد وكتحاولي من بعد كديري واحد الكوماج يعني بحركات دائريه، كديري كوماج البشره ديالك كلها والجسم ديالك كله، يعني حركات دائريه كتقومي لحمك كامل. وملي كتسالي كتشلي، يعني ما تكونيش مديره الصابون في الاخير، الصابون ديريه من قبل. هذه كيبقى اخر حاجه غديريها في الحمام هي هذه، ديريها لجسمك ديالك كله. ردي عليا وقولي لي كيفاش جاتك النتيجه. داوموا عليها صراحه، راه شي واحد الوصفه اللي رهيبه رهيبه، حتى كنجرب الحاجه وكنكون مجرباها. هاد الوصفه صراحه كنت نشاركها معكم شحال هادي، ولكن نظرا للظروف، شي ظروف صحيه كنت شويه عيانه، الله يشافي جميع المرضى. علاش عطلت شحال هادي انا ناويه باش نشاركها معكم، اي حاجه كنجربها كنشاركها معكم، جربوها باش ما كردوا عليا. المهم راه ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه او واعره، مكونات موجوده. ما عندكمش مثلا حداكم كافي او قهوه ما بغيتوش تمشيو تجيبوها، ولا ما عندكمش، ممكن تستعملوا القهوه المطحونه العاديه اللي كديروها في القهوه، ولكن ما يكونوا فيها لا اعشاب لا حتى شي حاجه، قهوه عاديه طحنيها وتخلطيها بهذا البيكربونات وبالحامض. بالنسبه كما قلت لك، الا كانت ما عندكش حساسيه ديال الحامض وبغيتي ديريها للبشره ديالك بالنسبه للوجه، لا ما نديروش الحامض، نديرو غير شويه ديال البيكربونات ونديرو ديك القهوه ونديرو بها كوماج يعني في الوجه ديالنا. خلي واحد 5 دقائق او 10 دقائق ونغسلوها صافي، وغادي تشوفوا البشره ديالكم كيفاش غتولي، وتشوفوا الجسم ديالكم كيفاش داير. شي حاجه اللي كتكون زوينه، نتيجه اللي غتبهروا بها. جربوا وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. وشكرا لكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، ولكن حبيت باش نشرح لكم مزيان باش تفهموا الطريقه. وبصحه والراحه اللي جربتها تخلي لي تعليق زوين، وما تنساوش لي لايك ديالكم، راه كتنساو كتفرجوا في الفيديو ما كتحطوش لي لايك ديالكم. ونتمنى منكم تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، ومرحبا باي واحد حط لي تعاليق وخلى لي لايك. شكرا لكم الجميع المتتبعين ديالي جداد والقدام، شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.